السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا متابعين الكرام. موعد مباراة الوحدة والاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين في دور ال16 والقنوات الناقلة والمعلق والتشكيل المتوقع. يا ريت جميعا قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على حبيبنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ولو حضرتك أول مرة تزورنا في القناة يا ريت تشترك وتفعل الجرس ليصلك كل جديد. وتبدأ مباراة الوحدة والاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين في دور ال16 يوم الخميس الموافق 17/12/2020. وجاء الوحدة اللقاء بفوزه على الهلال في الدوري السعودي في الأسبوع الثامن بنتيجة 2-1. وعن المباراة القادمة لنادي الوحدة هتكون ضد العين في الجولة التاسعة من الدوري السعودي يوم الثلاثاء الموافق 22/12/2020. أما عن الاتحاد فجاء اللقاء بتعادله مع الشباب بنتيجة 1-1 في الأسبوع الثامن. وعن المباراة القادمة لنادي الاتحاد هتكون ضد الرائد في الدوري السعودي في الأسبوع التاسع يوم الاثنين الموافق 21/12/2020. وعن التشكيل المتوقع لنادي الوحدة فجاء كالآتي: أما عن التشكيل المتوقع للنادي الاتحاد فجاء كالآتي: وعن ملعب المباراة استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية. وعن القناة الناقلة للمباراة هي السعودية الرياضية الأولى. ويعلق على اللقاء حماد العنزي. وتبدأ المباراة في تمام الساعة 8:20 دقيقة مساء بتوقيت السعودية والعراق وقطر والبحرين والكويت، والساعة 7:20 دقيقة مساء بتوقيت مصر والسودان وليبيا وسوريا والأردن، والساعة 6:20 دقيقة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. وبكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى منك أخي الكريم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. وكان معكم أحمد عقل وأترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.